ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ حلولي المشكله دي. ولادي طلبوا مني اروح بازوكا ناكل فيه او كنتاكي، واحنا اخر الشهر نعمل ايه؟ هنعمل اللي قدامكم ده، بازوكا او كنتاكي عشان ناكل 4 افراد مش اقل من 300 جنيه. واحنا اخر الشهر نعمل ايه؟ نجيب فرخية ب80 جنيه نعمل بيها الفرايد تشيكن، ونعمل منها الريزو وعليه فراخ من فوق بالصوص. وتعالوا نبدأ الفيديو بسرعة. حبة زيت بقطعتين سمنة، هنقلب قلب قلب قلب. بصلاية صغننة مقطعة صغنونة خالص، مش هحمرها، يا دوبك هديها تشويحة مع مرقة، مكعب مرقة او مكعبين. هحط حبة توم وحبة فلفل اسود وحبة ملح، وده معلقة عسل اسود كبيرة او صويا صوص، ومعاها بابريكا، معلقة صلصة. وهديها تقليبة تقليبة مع حبة كاري وحبة كركم. وادي المية بس كده. بص لونها بقت عامل ازاي. هنزل عليها بكوبايتين من الرز الابيض، ولا منقوع ولا اي حاجة، مغسول بس، ويا دوبك حطيته. اول لما غليت المية حطيت ايه الرز. ده كان الشكل. تعالوا نحط الصوص بتاعه. ادي كاتشب، وادي عليه كمان باربيكيو. لو انت عندك صويا صوص حطي، ما عندكيش حطي عسل اسود زي كده. انا هنا حطيت عسل اسود، معلقتين عسل اسود مكان الصويا صوص. وهقلب وكده. ده الصوص اللي احنا هنحطه ايه على الريزو. لسه ما تمشيش، استني بس. انت انزلي في الحتة دي، اعملي لايك وقولي لهايدي برافو ان هي عرفت تلم الدنيا ب100 جنيه بس، ويمكن اقل. عملت فرخاية فرايد تشيكن مع رز ريزو. كده احنا خلصنا لهم الايه الريزو. تعالوا بقى نبدأ في موضوع ايه الفراخ. بصوا 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 الجمال، بصوا الجمال والصوص، بصوا بيلمع ازاي بالله عليكم. احنا ايه اللي يخلينا نروح ناكل بره بالشيء الفلاني ب300 جنيه؟ طب ما احنا برضو يعني فرخية محترمة كبيرة، عملت لنا كل واحد قطعتين ويمكن اكتر. واخدنا كمان منها الحاجات اللي عملناها على الوش، الفراخ الصغيرة اللي محطوطة على الوش دي. يلا بقى اوريكم الفراخ اللي احنا عملناها. بص فرخية كده محترمة. انا حطيت الفراخ دي في اخر الفيديو او في نص الفيديو، علشان ما بيحبش تقطيع الفراخ وشكل الدم والبهدله دي، يكون ايه اتفرج على طريقه الريزو واخد الايه المهم. تمام كده. طبعا انا مش صح، لاني المفروض اشوقكم واسيب الفيديو لغايه الاخر الحته المهمه فيها. انا هنا قطعت ادي حته وادي اتنين، وابتديت اخرمهم كده عشان التتبيله تخش ايه جواهم. يبقى احنا عملنا ادي حتتين من الوراك على الرده بالدبوسه بتاعتها، وابتديت اخرم كده علشان كل الخلطة تخش. ادي 4 قطع. عملنا حاجة احنا دلوقتي؟ ما عملناش حاجة. هنيجي ناخد بقى الصدر. هقطعها حتتين كده ناحيتين. هفصل الرقبة خالص، دي اللي هشيلها على جنب، مش هنرميها. فاكرين الحلة اللي عملناها بتاعت الحوايج، الصينية بتاعت البطاطس بتاعت الحوايج دي هنحطها فيها، بحطهم في الفريزر واجمعهم. هنا بقى هاجي افصل بقى الجناحات بالحته بتاعه الكتف دي، في دبوسه صغنونه كده كده في الكتف دي بتبقى حلوه. ادي كده ايه حته. بحاول افصل بقى على قد ما اقدر. معلش إيه، لو ما بتحبيش تتفرجي على المنظر ده ممكن تقطعيه او تجريه. تمام كده. انا ببتدي اغزغز الحتتين. ادي كده قطعنا اول صدر كام حته، 3 حتت. تمام، ويمكن اكتر اهو. بص فصصت كمان. بس انا هنا هبتدي اخد الحتت اللي هي ديت وهبتدي احطها على الايه. دي الحتت اللي انا هقطعها واحطها حتت صغيرة على الريزو. تمام، يعني المجمل اللي احنا طلعنا لكل واحد فينا قطعتين او 3. تمام كده. تمام. هبتدي بقى اسلت كده بالراحة. المهم ان انا ما اخليهاش تنزل دم او اقطع الحتة بتاعت الدبوسة. افتحها يعني. بص اخدت حتة النسيرة بقى، هي دي اللي هقطعها مكعبات، والحتة اللي متشبكة فيها العظم خلاص هو ده اللي ايه اخدناه. تمام. هقطعها حتت مكعبات كده صغيره، علشان دي بردك هحطها جوه التتبيله اللي احنا هنتبل بيها، وهي دي اللي هتبقى تتحمر على الوش وتتاخد ايه على الريزو. هنا بقى تعالوا نعمل التتبيله مع بعض. لازم 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 من هنا السنه الجايه لازم تحطي خميره. خميره ايه مرقه فوريه او مرقه عاديه، علشان هي دي اللي بتدي الطعم. حطينا ملح وفلفل اسود، شطه، بهارات فراخ، وحطينا زعتر. هنحط كركم وكاري وتوم وبصل بودر. كل اللي عندك حطي، كل النكهة اللي انت تقدري تاكليها او تحبيها في بقك
انت حطيها، ما فيهاش مقياس اطلاقا، وكل واحد عمل نكهات مختلفة عن كنتاكي، وكل واحد طلع احلى من التاني. فالنكهة اللي تحبي تحطي تاكليها انت حطيها. وكالعادة البصل بيلزق في العلبة ومش عارفة ليه السبب، وبيقفش كده. هنحط ليمونة كاملة. طبعا انا غسلت طبعا الفراخ بعد ما قطعتها، غسلتها تاني كويس جدا وصفتها كويس قوي علشان ما يبقاش فيها اي زفارة ولا اي مية. انا نزلت بحبة خل، وادي نص كوباية من المية بس كده، ولا لبن بقى ولا زبادي ولا اي حاجة، هي موفرة جدا. حطيت بس معلقة عسل عشان تدي تسكيرة للطعم وتعادل. هنا حبة زعفران علشان القطع الفراخ لما تتحمر بتطلع غامقة معايا، فالصفار بتاع الزعفران ده هتخليها مصفرة كده ولونها حلو. تمام كده. بصوا اول لما نزلت اخدت اللون ازاي. انا هنا ببتدي اشقق بقى عشان كل التتبيله تخش جوه ايه حته اللحم تحت الجلد وجوه الجلد، تتغرق بطعمها، ما تبقاش يعني الكفر بس من بره هو اللي واخد طعم التتبيله وجوه ما يبقاش فيه، لا انا عايزاها جوه وبره واخد نفس طعم التتبيله. غزغزتها كده كله. تمام تمام تمام. هقلب تقليبه حلوه بلون الزعفران باين قوي، بس ما تقلقوش الطعم ما بيبقاش فيها طعم، يعني زعفران ملهوش طعم قوي، بس هو بيخلينا اللون يبقى لونه ايه فاتح كده، ما تبقاش باينه ان هي غامقه يعني. المهم تخلي بالكم من صوابعكم، وكان لازم البس كلابز عشان لون الزعفران بيلزق في الايد كويس جدا. احنا عملناهم قبل كده مع بعض وحطيناهم في اكياس وحطيتهم في التلاجة لمدة يوم. انا بيتهم هنا ليلة كاملة. انا هنا كنت بشاور لكم يعني على الاقل يسيبوها ساعتين لغاية 4 ساعات اقل حاجة يعني علشان تاخد الطعم. هنا بقى ببهر برضو ال الدقيق عندي، وحطيت في البولة اللي جنبي دي مية ساقعة قوي، وهبتدي بقى علشان اعرف اعمل الكرمنشة اللي فيها دي. ابتدي اعمل ايه، اقلب كذا مرة كذا مرة بالطريقة دي اللي انتوا شايفينها، وانزل مرة واحدة في المية واعد 3 عدات، وبعد كده اطلع اخدها تاني وابتدي انفض واعمل نفس يعني التقليبة دي تاني عشان تعمل التجاعيد اللي انتوا شايفينها بتاعت القرمشة دي. يعني هي بتتعمل بنفس الطريقة دي. انا اعد عليها 3 عدات وبعد كده انزلها تاني مرة في الدقيق، وابتدي اقلب وانفض كده يجي 10 مثلا قلبات كده، وانفضها وارجع اقلب تاني وانفضها كده علشان تعمل لي القرمشة اللي بتبقى باينة. انا حاطه على النار حلة فيها زيت بيغلي، ابتدي اسقط فيها. ما مش عارفه جريت ازاي قوي موضوع سقطت قطعتين الدبوستين. هجيبها لكم تاني، يعني اكيد هتشوفوا كده يعني حاجه تاني، بس معرفش جريت ازاي كده بسرعه. بصوا هنا مقرمشه ازاي القرنشه بقى واضحه. ايوه اهي معلش كده اهي. نزلت فيهم حله صغيره حطيت فيها حبه زيت وسبتها تغلي، وابتديت انزل فيها ايه الدبابيس بتاعتي او قطع الفراخ يعني. وبعد كده لما اجي اطلعها مش هطلعها على مناديل، انا هطلعها على مصفى زي دي علشان تنزل الزيت الزياده بتاعها، عشان المناديل بتجي تشرب الزيت وبتفضل ايه ناشفه. خدتوا بالكم من القشور اللي عليها دي. انا هنا نزلت القطع الصغيره اللي هنحطها على الرز، وادي منظر الفراخ اللي طلعت. لو وصلتي معايا الفيديو ده ما تنسنيش في اللايك والشير. لو عجبك الفيديو وحاساه مفيد سيبيلي تعليق وكومنت منك يقول لي انتي بتعملي ايه في الايام اللي بتبقى اخر الشهر ومفيش معاكي فلوس. باي باي يا حلوين.